السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معنا النهاردة مستر محمود. زي ما احنا شايفين دلوقتي في الحصة بتاعة الأبعاد بنعمل الخط المستقيم بتاع العربية عشان نقدر نظبط أبعادنا في وسط الزحمة مع العربيات وفي الطريق الزحمة، وفي نفس الوقت نعرف إن احنا نعرف نظبط حركة دركسيون، وفي نفس الوقت نظرتنا للمراية، لأن احنا بنتدرب بالوش وبالظهر، مش بنتدرب باتجاه واحد بس. معنا مستر محمود مع العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر محمود بيبدأ ان هو يركز كويس جدا في اتجاه مراياته مع سنس الدبرياج، عشان دي عربية مانيوال. بيقدر ان هو يحدد بزاوية الدركسيون مع عينه اقدر اخش يمين ولا شمال، وعلى اساسه بيبدأ ان هو يتحرك. زي ما احنا شايفين هو بيعدي اخر قمعين وهو راجع مدي انتظار. طبعا نتمنى له الخير والتوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. معاكم كابتن خالد. معايا النهارده استاذ محمود عادل. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الركنه الموازي للرصيف مع العالمي لتعليم قياده السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا استاذ محمود عادل بيبدا ان هو يطلع الاول من الركنه، عشان احنا بنتدرب عليها في الناحيتين، مره وانت واقف بتطلع منها ومره وانت بره وبتدخل تركن في الركنه. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا مستر محمود عادل بيبدأ ان هو يركز مع ابعاد دركسيونه عشان يشوف الاقماع اللي قدامه، اللي هي بتمثل بالنسبة لنا الاكسدام بتاع العربية اللي هو قدامه، وفي نفس الوقت حاطط له 3 اقماع ورا عشان تمثل بالنسبة له الاكسدام بتاع العربية اللي وراه، وحاطط له كدليل 1 قمع كده عشان لما يركن يبقى الكاوتش اللي ورا واقف جنبه يبقى عارف ان هو واقف مظبوط. زي ما احنا شايفين دلوقتي هيبدأ ان هو يطلع واحدة واحدة. لازم وهو بيطلع يكون شايف اكسدام العربيه اللي قدامه بالكامل عشان ما يحكش عربيته، او بمعنى اصح يشوف القمعين اللي قدامه علشان يبقى متاكد مليون في الميه ان هو طالع صح. زي ما احنا شايفين اهو بدا ان هو يطلع واحده واحده. حلو. هيبدا ان هو يرجع واحده واحده. هو بيرجع لازم عينه تجيب المرايه بتاعته الشمال جنب القمع في الكاوتش اللي ورا. نتفرج نشوف هيعمل ايه. طبعا انا ببقى واقف بره اهو. بص مجرد ما الكاوتش جه جنب القمع بيبدا ان هو يكسر. بتفرج انا على الرياكشن بتاع ايده والرياكشن بتاع عينه، عشان هو ده اللي يهمني. مش اللي يهمني ان انت تطلع تمشي على الطريق كتير ولا تسرح وسط العربيات ولا اي حاجه. يهمني رياكشنك، عشان الرياكشن ده اللي بدربك عليه يوم ما تبقى ماشي لوحدك بعربيتك في قلب الطريق الزحمه، تبقى عارف تتصرف اكثر يمين ولا شمال، اقف ولا اطلع، ابص يمين في المرايه ولا ابص شمال في المرايه، وعلى اساس ببدا ان انا اتحرك. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا استاذ محمود عادل مع العالمي لتعليم قياده السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي. وزي ما احنا شايفين اهو بيبدا ان هو يبص في مرايته كويس جدا علشان ما يخبطش في الاقماع اللي وراها، بعيد عنها. ونيجي نبص عليها من قدام تاني واحده واحده. يبدأ يطلع واحدة واحدة علشان وش عربيته يضم مع ظهر عربيته. زي ما احنا شايفين اهو بيحاول ان هو يظبط الظهر مع الوش. طبعا انا قايل له ان هو يعرف يظبط الظهر مع الوش ازاي، ان هو بمجرد ما يشوف ان الرصيف اللي وراه كله ظهر في المراية بالطول، معنى ذلك ان هو فعلا وش العربية حقا بقى مع ظهر العربية. طبعا هو كسر كتير كده، فطبعا هو جنب الرصيف، بس هو طبعا مرجعش كويس. اهو بيركز كويس جدا في المراية، بيركز كده. المفروض ان هو ركن. زي ما احنا شايفين لو بصينا فوق المراية كده هو جايب معاه كل الرصيف. طبعا نتمنى له الخير والتوفيق ونخش معاه على الركنة التانية العمودي على الرصيف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معايا النهارده استاذ محمود مع العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي معايا استاذ محمود بنعمل الركنة العمودي على الرصيف. هنبدأ نشوف دلوقتي استاذ محمود ان هو بيعملها بين عربيتين. طبعا عشان لما عملتها له الايماع قال لي لا خلينا بين العربيات افضل عشان اقدر احسها. فطبعا بناء على رغبته بدأت ان انا اعملها له طبعا بين عربيتين. هنشوف دلوقتي تركيزه عامل ازاي وسط العربيات، نظرته للمرايه وسنس الدركسيون بيكسر معاه ازاي، وهو بيبقى شايف صح ولا شايف غلط.
قبل ما بصور ضربنا عليها مرتين او 3 مرات، عملناها صح ببدا ان انا اصور على طول. انما لو في غلطات عندك ببدا ان انا اشرحها لك، لو لقيت غلطات اكتر ببدا ان انا اعملها لك عملي. ليه؟ عشان تركز في دماغك اكتر. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا استاذ محمود بيركز كويس جدا في المرايه بتاعته، زي ما احنا شايفين اهو ماشي واحده واحده. طبعا طول ما انت هادي، طول ما انت بتعرف تركز، طول ما رياكشنك ممتاز. طول ما انت متسرع ففي رياكشنات بتضيع منك، فبالتالي بتلاقي نفسك بتسقط كتير حاجات، فبالتالي بتلخفن الدنيا. زي ما احنا شايفين دلوقتي بيبص على الزاويه بتاعته في المرايه لقاها معوجه على جنب العربيه، فبيحاول على قد ما يقدر ان هو يظبطها تاني. لان هي كده مظبوطه بيبدا يرجع. طبعا انا واقف من بره، انا لا بقول له يمين ولا شمال ولا بشاور له ولا اي حاجه، بيبص على الرصيف ويرجع واحده واحده لان الرصيف بالنسبه له تمام وقال لي اوكي. اتمنى لك الخير والتوفيق، ونخش على التحدي اللي بعده اللي ان شاء الله هيكون بعد كده الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد، معايا النهارده استاذ محمود. زي ما احنا شايفين دلوقتي في الحصة الأخيرة بتاعتنا بنعمل الاختبار بتاع الرخصة، وبعدين بعديها على طول بنبدأ ان احنا نتحرك على الطريق. طبعا بس هو واحنا جايين خليته يتحرك على الطريق عشان يبقى واثق في نفسه وعارف ان هو هيقدر يتحرك لوحده على الطريق ومش هيحتاج حصص تاني، لان هو كان بيقول لي محتاج اخد حصص تاني، وانا قلت له ان شاء الله مش هتحتاج حصص تاني، لان احنا بنحب ناخد 4 ايام، اليوم ساعتين، لان ده الكورس ل8 ايام ال8 ساعات، فبيكون ده افضل كورس للناس المبتدئه، فبالتالي بتقدر تطلع بنفس النتيجه اللي انت شايفها ديت. طبعا استاذ محمود معانا مع العالمي لتعليم قياده السيارات، شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا استاذ محمود هيبدا ان هو يطلع لحد ما يشوف الايماع ظهر في المرايتين، ويبدا على اساسه ان هو يتحرك لورا. زي ما احنا شايفين دلوقتي هيبدا ان هو يتحرك، يرجع لورا، يبص في مرايته يمين وشمال. طبعا بيتحرك على اساس الزاويه اللي هو شايفها في المرايه. نبص في مرايته هنا، بص ضيق على الزاويه اللي هو هيلف عليها. اي حاجه انت شايفها في مرايتك هي اللي هتعرف تلف عليها صح، مش شايفها او اختفت وبالتالي مش هتعرف تلف على اي حاجه. في واحده وراه طبعا هو شايفها في المرايه اهي من غير ما انا اشاور له ولا اقول له ولا اي حاجه. هو طبعا طالما انت ماشي صح فبالتالي مش محتاج حد يشاور لك ولا حد يقول لك ولا حد يوجهك اصلا. بيبص اهو في المرايه الثانيه، تعال نبص معاه، شايف الزاويه راجعه عليها مظبوطه ما شاء الله، ممتاز جدا جدا. طبعا هي ما بتتعملش من اول مره، يعني هو احنا قعدنا نتدرب عليها شويه، يعني ممكن تكون مثلا خدت مننا حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع، بس في الاخر لازم تجيبها علشان تبقى عارف ان انت طالع على الطريق وانت متمكن، وفي نفس الوقت قادر تعرف ان انت مش خايف من اي حاجه على الطريق، وانا كمان ابقى ضامن ان انا مش مفيش اي حاجه ناقصاك معايا، فبالتالي تبقى انت متمكن، وفي نفس الوقت انا مطمن عليك بعديه في عربيتك، فبالتالي تدعي لي ما تدعيش عليا، وفي نفس الوقت ما تحتاجش تدفع فلوس تاني ولا عندنا ولا في اي مكان تاني بره. زي ما احنا شايفين دلوقتي استاذ محمود يبدا ان هو يرجع واحده واحده، يبص في مراياته طبعا الاثنين يمين وشمال. طبعا شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين العالمي معانا استاذ محمود بيظبط زاويته علشان يرجع عليها خط مستقيم. قدر ان هو يخلص التحدي فوق الممتاز. نتمنى له طبعا الخير والتوفيق ونخش معاه على الطريق السريع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد، معانا النهارده استاذ محمود زي ما احنا شايفين دلوقتي مع العالمي لتعليم قيادة السيارات، شعارنا مع العالمي انت عالمي. معانا دلوقتي معاه استاذ محمود هيبتدي يقول الريفيو بتاعه طبعا من غير ما يدوس عليا. السلام عليكم. السلام. طبعا انا عمري ما كنت اتوقع اصلا ان انا ممكن اسوق عربيه اصلا، وعربيه مانوال كمان. تمام. يعني انا مأخر موضوع العربيه بقالي سنين عشان موضوع القياده وكده، ورحت كذا مره عشان اسوق ما لقيتش الموضوع بصراحه في دماغي خالص، الموضوع بالنسبه لي صعب. لكن بصراحه يعني مع كابتن خالد 4 حصص كانوا كافيين ان امشي على الطريق واطلع كباري وانزل كباري واركب واطلع. لا بصراحه ربنا يبارك له، بصراحه انا ما توقعتش النتيجه دي بصراحه. لا وانا بصراحه ربنا يكرمك كابتن خالد وبشكرك جدا، وربنا يكرمك كابتن خالد. فعلا الاربع ايام كانوا كافيين ولا كانوا قليلين؟ لا كافيين تماما، كافيين تماما، كافيين تماما. انا سايق على الطريق اهو، يعني بسوق من الحصه الثانيه او الثالثه. تمام. خدنا ايه طيب في الاربع ايام؟
والله خدنا القواعد الرئيسيه بتاعتنا، خدنا اول حاجه الطلعه بتاعتنا، ازاي نطلع نجيب الاول نجيب التاني، ازاي نركن ركنات عموديه وركنات افقيه، ازاي نمشي وسط الطريق، ازاي نعمل حرف الاس بتاع الرخصه. عايزين نهدي شويه عشان في رادار جاي. ماشي كمل. ماشي. بس فالحاجات دي كلها اللي احنا خدناها والحمد لله والشكر لله طبعا. هو ما بتوقعش امشي على الطريق كده ابدا. تمام. وايه تاني استفدناه من تاني مره؟ يعني اول مره خدنا الاساسيات صح كده؟ تاني مره خدنا ايه؟ خدنا الملفات زي نقفل الملفات بتاعتنا وازاي نطلع الطلعه بتاعتنا. ودي فرقت معانا قوي ازاي نمشي. وبعد الملفات خدنا ايه؟ خدنا ركنات. بالظبط. ركنه افقيه وركنه راسيه. فرقت معاك برضو الركنات؟ طبعا. فرقت معاك في ايه بالظبط؟ بص، هو انا لاحظت انت بتركز اصلا اكتر حاجه على الرجوع بالخلف والجزء الخلفي ده بصراحه بيديني امان وانا ماشي، يعني القصه كلها انا شايف اللي قدامي ما عنديش مشكله. صح. لكن اللي جاي من اللي ورايا ده هو اللي بيبطلني. ايوه بالظبط. انت لما قعدت تخليها يوجع كتير وابص هو كتير واقف ما بخلصش زي كتير، لا بصراحه الموضوع بالنسبه لنا فارق قوي. انا ما بقتش خايف، انا شايف قدامه وبص على اللي ورايا وفاهم هو بيعمل ايه بالظبط. بيجري. فبصراحه لا، الموضوع ده فعلا فارق عنك عن اي حد تاني بصراحه. ان انا فعلا بقيت فاهم انا ورايا ايه وقدامي ايه. دايما كنت بسوق قدامي ايه ورايا مش شايف منه اي حاجه، فبتتخضى وبترتبك لما حد يجي جنبك. كنت سايق كده يعني مع والدي كده في البلد مش هنا. جت عربيه نقل من جنبي كنت مغمض عيني مع التليفون جنبي. يا نهار ابيض. غمضت عيني ده والله، وعربيه اوتوماتيك كمان والله. لا احنا ما شاء الله بقينا عربيه مانيوال اهي، وما شاء الله سايق بايد واحده اهو، والثقه كويسه ما شاء الله. بايد واحده صح. فالتمكن كويس صح كده؟ الحمد لله. حسيت ان انا قصرت معاك في اي وقت او في اي دقيقه من وقتك؟ لا بيه خالص ده حاشا لله. طب تنصح ايه الناس اللي من بره الاكاديميه؟ لا والله يعني اللي عايز يجي يتعلم صح قياده وقياده كويسه ومطمن لنفسه وعنده ثقه في نفسه يجي معاك كابتن خالد بصراحه. في ثقه انا ماشي الحمد لله شكرا لله، فاهم الفضل ربنا. بعد كده الفضل ليك، عندي ثقه ما كانتش موجوده قبل كده خالص، ولا كنت اتفكر لا عندي ثقه قبل كده خالص. يعني استفدت معانا الحمد لله، ما ضيعناش اي وقتك ولا حاجه طبعا. ولا ضحكنا عليك ولا خدنا فلوسك وهربنا. لا سيبنا ابي كابتن خالد والله. اتمنى لك ان شاء الله الخير ونشوفك بعربيتك ان شاء الله وكن سعيد باذن الله. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم.